ندعو الشاعر باسل العقلة من محافظة حمص لإلقاء قصيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرها الله تعالى في سورة العاديات، وقال النبي العربي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. شاركت في خط المجد العربي، واختلطت دماؤها بدماء الأبطال ليكون مزيجا زكيا طاهرا. ويوم حل القحط على قبيلة حاتم الطائي لم تكن إلا هي، فاسميتها شقائق العز. أقول يوم شح القول عنها في بلدها، وابتعد عن زولها قصد الحداوي، أقبلت مزن القصيدة في وعدها، تمطر القاع الضمية للحكاوي. تنشد الفزعات من زول فقدها، من عروق اللي حمت روس العلاوي، يغنم الرجال لا منه وجدها، ويستدل بطيبها خير المراوي. يغنم الرجال لا منه وجدها، ويستدل بطيبها خير المراوي. يخبر النجمات عن خيل نشدها، من بنات العرف باركت القناوي. العروبة اللي خطب الزين ودها، ويستحي من مشيها زهر النداوي، القمر في طلعته ظل يحسدها، والمزن من صوتها تزيد الهماوي. يا عيون الما تخيب من قصدها، يا صمود مدها الله بالسناوي، التخوم اللي احتمت بظهور جدها، واستحال بأرضنا نشر المساوي. أشعلت قلب عربي من شهدها، تسبقه يدها إلى أرض الفداوي. أشعلت قلب عربي من شهدها، تسبقه يدها إلى أرض الفداوي. والمواقف ما تصح إلا الكدها، أطعمت يوم اللي صار الجوع كاوي. كم مواسم خير مولانا عقدها، في نواصيها إلى يوم الرجاوي. سلامتكم.